عملية كسر في المفصل. طيب، كسر في المفصل ده يا جماعة الخير بيبقى مركب يا إما شرايح يا إما مسامير، يا إما عامل تغيير مفصل كامل بعد الشر. فده بيبقى عملية كبيرة، مش عملية صغيرة. ليها حيثيات كتير، زي مثلا الشرايح والمسامير أو المفصل الجديد اللي متركب. الجسم بيهاجمه على إنه حاجة غريبة، فبيسبب التهابات كبيرة جدا. طبيعي تاخد لها الرابيدوس او الروفيناك لفترة كبيرة عشان يقلل الالتهابات ويقلل الألم، فطبيعي جدا. بجانب مثبطات المناعة، الحاجات اللي بتقلل المناعة شوية عشان الجسم ما يهاجمهاش. بجانب الراحة، بجانب شوية إجراءات تانية لها علاقة بالزوجة والليونة بتاعت حسب المنطقة. ففي الوضع ده اللي هو عملية كسر في المفصل، وخدتله NSAIDs لمدة 3 شهور. ده وضع طبيعي جدا، بتاخد له المسكن ده فعلا لمدة 3 شهور. وده من ضمن الحاجات اللي انا قلت عليها مشكلة كبيرة، فبناخد لها مسكن. زي ما انت حضرتك لو ما خدتش المسكن هتحس بألم فظيع، انا مش هسيبك انت تتألم يعني. فبضطر اديك الانسيت، ولكن ضروري قبل ما تبدأ فيه تكون عامل وظائف كبد وكلى الاتنين. وبعد ما تخلص كده او خلال نص الرحلة تعمل التحليل تاني، نطمن على الكبد والكلى، وفي الاخر برضو تعمل التحاليل تالت نطمن على الكبد والكلى. والف سلام عليك وطهور ان شاء الله، وربنا يجعله في ميزان حسناتك. المرة التانية عادي جدا انك تمشي عليه لمدة 3 شهور، ده ضروري. بس ضروري يعني بعد شهر ونص كده من استخدامه تعمل تحليل الكبد والكلى، وفي الاخر تعمل تحليل الكبد والكلى. والف سلام عليك.